السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم مملحات او قريشلات كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم. كيجيو مقرمشين ومرقين، ما غاديش تشبعوا منهم وهشاش. كنتمنى ينالوا اعجابكم. اللي كيشوف القناه لاول مره ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. الى عجبكم فيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. بلا ما نزيد نطول عليكم، نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. هنا في المقادير غادي نحتاج 200 غرام ديال الزبده. انا استعملت ديال المارغرين. غادي نضيف عليها هنايا معلقه صغيره ديال الملح، كيبقى على حسب الذوق. عندي هنايا نصف كاس ديال زيت الزيتون. ممكن لكم ديروا زيت المائده او تخلطوهم، ماشي مشكل. غادي نضيف هنايا البودره ديال الثوم، تقريبا ملعقه صغيره. وغادي نضيف هنايا واحد الرشيشه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وجوج معالق صغار عامرين مزيان ديال الموطارد. غادي ناخذ هنايا كذلك ملعقه صغيره ديال الزعتر مطحون. وغادي نضيف شويه ديال الهريسه، كتبقى على حسب الذوق، وشويه ديال التحميره. وغادي نضيف هنا واحد الياغورت طبيعي. الا ما كانش متواجد عندكم فضيفوا الحليب، ولكن يعني تخلطوا المكونات مزيان عاد ضيفوا الحليب في الاخير. غادي نضيف هنا واحد المعلقه صغيره مع مرش ديال السكر. وغادي نخلط الكل جيدا. هنا من الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ. هنا حيت الحراره كاينه بزاف، على داكشي ما خرجتهاش من قبل، فقلت انني نخدم بها هكاك، فشويه عذبتني. فمن الاحسن الزبده دائما خرجوها من قبل باش تساعدكم اكثر، ما تبقاش هكا محبه في العجين. صافي غادي نخلط مزيان هنايا المكونات. هنا ما كانش متواجد عندكم شي حاجه فيمكن لكم تستغناو عليها، ماشي ضروري تستعملوا كلشي. فالمملحات كيبغيو غير المطارد والهريسه والفرماج. صافي هنا غنخلط جيدا كما كتلاحظوا. وغادي نضيف هنايا جوج حبات ديال البيض اللي يكونوا بحراره المطبخ، ونخلط مزيان. هنا الا بغيتو كلشي ديروا هكا في الطراب الكهربائي فيكون احسن، فبلا ما تعذبوا هكا راسكم. كتنسجم كل المكونات كلها في دقه. ديروهم كاملين وطحنوا، وعاد رجعوا تخويوها هكا في اناء وضيفوا الدقيق، فهتساعدكم اكثر. صافي هنا من بعد ما خدمت المكونات مزيان، غادي نضيف هنايا شويه ديال الفرماج محكوك، الجبن الاحمر الا كان متواجد، الا ما كانش فاستغناو عليه. صافي وغادي نبقى كنضيف هنا الدقيق. هنا زدت واحد شويه ديال الدقيق باش نخدم ديك الزبده الا كانت هكا محبه. فانتم خدموا المكونات مزيان، عاد ضيفوا الدقيق هنايا غير برؤوس الاصابع، فما تعجنوش العجينه باش الشكل ديال المملحه ديالنا ما يتبدلش. صافي غنبقى نضيف هنا الدقيق بالتدريج. فصراحه ما عبرتش هنا الدقيق، فالعجين خصو يكون لين، ما تقصحوش العجينه، باش منين نكونوا كنطلقوها كنبقاو نضيفوا هكا الدقيق واحد الرشيشه هكا. هنا بالنسبه للخميره فما ضفتهاش. الا بغيتوا الخميره فيمكن لكم تضيفوها، انا استغنيت عليها. فراه المملحه جات مرقه كما غادي تلاحظوا معايا في الاخير، واخا ما ضفتش الخميره فتورق العجين غير راسو. كما كتلاحظوا راني ما كنعجنش، غير كنجمع هكا برؤوس الاصابع، وكنشوفوا دائما بيدنا اللي ناشفه واش صافي العجين تجمع.
صافي هذا هو القوام ديالو. هنايا العجين دخلته للثلاجه، خليته تقريبا واحد الساعه حتى برد مزيان، عاد خدمت به. فيمكن لكم تخدموا به مباشره، غير هو حيت الحراره بزاف فما غاديش يساعدكم الا بغيتو تسرحوا وتطبعوا بالمراجل. فمن الاحسن خليو العجينه ديالكم ترتاح مزيان في الثلاجه. يمكن لكم تعجنوها في الليل وتا الغدا عاد تسرحوها، فكيبقى لكم الاختيار، غادي تساعدكم اكثر. صافي هنا خديت كميه من العجين سرحته هكا بالدلاك، وكنستعين بشويه ديال الدقيق، وغادي نطبع باي طابع عندكم. انا استعملت هذا الطابع المدور اللي مسنن، يمكن لكم ما تطبعوش كما غادي ندير انا في الاخير. فصراحه المملحات شويه كيعييو في الخدمه، فانا غادي نستعمل غير جراره هكا ديال البيتزا ونخدم عادي. صافي هنا سرحت العجين الثاني، وغادي نبقى هكا كنقطع المربعات غير بالجراره نتاع البيتزا بطريقه سهله وبسرعه باش تساليو. وغادي ناخذ هنايا واحد البيضه، ضفت ليها شويه ديال الهريسه وشويه ديال الصوجه، خلطتهم مزيان، وغادي ندهن بها هكا القطع ديال المملحات. فكتساعدهم هاد الخلطه حتى باش كيجيو محمرين واخدين واحد اللون زوين. صافي زينتهم هنايا بشويه ديال الزريعه ديال القرعه، كيبقى التزيين على حسب الرغبه اللي عندكم استعملوه. وغادي نرجع نثبتهم هكا بشويه ديال البيض من الفوق باش حتى ديك الزريعه كتنكى وكتحمر. هنا الشكل اللي كنت طبعت في الاول، فغادي ندهنو هكا بالبيض، وغادي نرشو هكا بشويه ديال الزريعه. كنحاولوا اننا نثبتوها هكا شويه، وغادي نرجع نثبتها من بعد بالبيض من الفوق بهذه الطريقه. والشكل الثالث غادي نديرو هكا مثلثات، غادي نقطع هكا شرائط ونرجع نقطع على شكل مربعات، وغادي نفوت شراره في الوسط على شكل مثلثات. ديروا الشكل اللي كتبغيو. صافي وغادي نفوت هكا واحد شويه ديال البيض من الفوق، وغادي نرش شويه ديال الفرماج احمر محكوك من الفوق. وغادي ندير كذلك شويه ديال الحبه السوداء في كل مثلث، كنرش واحد شويه في الوسط. صافي والشكل الاخير خديت كاع العجينه اللي بقات ليا، فكنت عييت شويه فخديتها سرحتها وقطعتها هكا طويله على شكل مستطيلات. فهنايا حتى دوك الطروفه خليتهم، فماشي مشكل كلشي كيتكال. فغادي نقطع هكا عاوتاني مستطيلات بهذا الشكل. بغيتو تكبروهم ولا تصغروهم كيبقى لكم الاختيار. دهنتهم هنايا بشويه ديال البيض، وغادي نوضع هكا النصف نتاع اللوز في كل حبه، وغادي نزين هكا النص بالزريعه نتاع القرعه والنص بالزريعه العاديه. ودائما كنثبتوهم من الفوق بالبيض. هنا النار دائما كندخلوهم النار اللي كتكون مهيله حتى كنخليوهم حتى كيتحمروا، كتبدا التحميره كتطلع في الجوانب، عاد كنزلوهم يتحمروا من الفوق وكنخرجوهم. انا كنطيبهم على نار مهيله باش كيبقاو مقرمشين وكياخذوا حقهم في الطياب، فما تزربوش عليهم باش ما يبقاوش هكا رطبين، يعني كيبقاو مقرمشين مده طويله. دائما الطياب عطيوه الخاطر.
وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كما لاحظتوا معايا، كيجيو محمرين ومرقين وهشاش بزاف ورقاق. كما لاحظتوا راني كنت نسرح العجينه مزيان وما درتش فيها الخميره، واخا هكاك راهم طلعوا. غادي نقسم معكم هنايا القطع باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل، كنتمنى انه يكون واضح. كنشكركم دائما على المشاهده والمتابعه، نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. خليت لكم الراحه بالصحه والراحه ومع السلامه.